السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا دائما في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. جبت لكم هاد لي مادلين ممكن تقدموهم للوليدات ديالكم. يديوهم في اللانش بوكس ديالهم المدرسة، او تحضروهم الكوتي، او ايضا لجوكم هكا ضياف، يعني داغي كيوجدوا بسرعه زوينه، يعني بسرعه هائله. وكيجيو صراحه كيوجدوا بساعتهم، ما تحتاجوا لا تبيتوهم لا حتى حاجه. كاينه واحد الوصفه اخرى كنخدموا لي مادلين وكنبيتوهم، ولكن هادو لا. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنسوناش من اللايك والدعم ديالكم، والتعليق ديالكم الرائعه. ندوزو ان شاء الله، ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. بقاو معايا ما تمشيو فين. مرحبا بكم مع فاتي. بسم الله، نبداو على بركه الله بالمقادير. اول حاجه بعدا نوريكم هاد لي مول زويونين ديال السيليكون، خديتهم 10 دراهم من بيم. صراحه صدقوا زويونين. هما واخا سيليكون صراحه دهنتهم بالزبده وبالدقيق باش ما يلصقوش ليا، لان اول مره نجربهم هنايا. ما كان لي تفادي داكشي علاش دهناهم، ولكن صراحه صدقوا زويونين. ندوزو بسم الله للمقادير. عندنا بيضه وحده، نص كاس الزيت، نص كاس السكر، واحد المعلقه كبيره ديال الكوفيتير، قشور حامضه او برتقاله، واحد الخماره، وعندنا 130 غرام ديال دقيق الفورس، وخماره من فئه ديال 8 غرام. هذا هما المقادير. وضروري واحد القبيصه ديال الملحه تضيفوها. ومربى من الافضل انه يكون هكا سائل، كيبقى اختياري، ولكن ممكن تديروا حتى العسل في عوض ديالو، ولكن المربى كيبقى المذاق ديالو حسن. هنا على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. ناخذوا البول ديالنا، نوضعوا المقادير ديالنا. انا ديجا قلت لكم، يعني نعاودوهم هنايا وحنا كنخدموا مباشرة. هنا كناخدو في اناء، ما نحتاجو لا طراب كهربائي لا حتى حاجه. غنخدموا هاد المادلين يعني بطريقه سهله، وماشي لي مادلين اللي يعني اللي تخدموا نحتاجو نبيتوهم ليله كامله ولا لا. هادو غنخدموهم في ساعه وغادي نطيبوهم في ساعه. هنا عملنا بيضه، وعملنا ديك تقريبا 70 غرام ديال السكر الخشن، ما يعادل نص كاس ديال العنبه. كنخدموا هذاك السكر مع البيضه، من بعد كنضيفوا الزيت ايضا. كل حاجه كنخدموها كنكبوها، سمحوا لي، كنخدموها. كنعملوا هنا ديك القشور ديال البرتقال اللي حكيت. هنا غير القشره الفوقانيه، ما كنحكش هذيك البيضه باش ما كتعطيناش ديك المروره. وصراحه عرفتي قشور البرتقال كيعطيو واحد المذاق فيها ولا اروع. صراحه كيجي يعني كتجي بحال مادلين. هاد مادلين كتجي بحال مادلين ديال الزنقه، ولكن منكهه يعني بالطريقه ديالتنا. هنا عملت كما كتشوفوا معلقه كبيره ديال المربى السائل ايضا، اللي كيعطيها واحد القرميشه كتجي زوينه، كتجي بحال ديال الزنقه، يعني زوينه زوينه. ما نقول لكمش، غير جربوها لوليداتكم غادي تعجبكم ان شاء الله. هنا نستمروا بالتحريك كما كتشوفوا معايا باش كتندمج ليا ديك العناصر مزيان، باش حتى ديك السنيده كتزيد تخدم. كنخدموها غير هكا يعني بيدينا، يعني ماشي ضروري غيضاعف لينا الحجم او شي حاجه، لا. غير مهم كي تخدم لينا ديك السنيده ما نحسوش بديك التغزغيز ديالها كيبقى صافي. ومن بعد نبداو نضيفوا ان شاء الله اللي بقى لنا النواشف. هنا تقريبا راه حنا درنا السوائل كاملين خدمناهم، وهنا غادي ندوزو نخدموا النواشف. انا هنا ديجا انا عابره 130 غرام ديال الدقيق، وضفت عليه ديك الساشيه ديال الخماره، وديجا انا مغربلاه، ولكن ضروري نعاودو نغربلوه هنايا. سبحان الله ضروري. وفاش كتغربلوه كيعطي واحد، يعني كيعطي اضافه لهذا الخليط ديالنا. صافي هنا كما كتشوفوا الخليط ماشي ديال الكيك وماشي ديال، يعني ماشي خفيف. كيجيكم الخليط راه شويه ثقيل، شفتوا هنا كما هكا. صافي كنزيد كنخدمو مزيان هكا، كتندمج ليا العناصر. وناخذ شي معلقه ولا شي حاجه باش نبدا نكبو في هذا ديال السيليكون ديالي. ندخلوه في الفران. انا عندي الفران ديال الضو بفرفره، استسمح لها الصداع.
عندي فران ديال الفرفرة، فران ديال الفرفرة فران ديال الضو، غادي نشعل عليه من الفوق ومن التحت ونخدم الفرفرة تقريبا 180 درجة، ولكن كنصحكم البنات كل واحد يعني على حسب الفرن ديالك. انا واخا كنعطيك الحراره نعطيك حتى الوقت، ولكن راه كيبقى عينك ميزانك انت غادي ديريهم وغادي ترقبيهم في الفران ديالك، هذا من الافضل. هنا كناخذ واحد المعلقه وكنحاولوا نكبوا داك الخليط ديالنا في داك الاناء، في داك المول السيليكون، ويكون بحجم يعني متساويين، وما نعمروهمش بزاف باش هذاك باش ندخلوها الفران ما يفيدش لينا المادلين وتجينا عوجه ولا شي حاجه، يعني باش نحصلوا على شكل يعني مزيان. يعني كنخليو واحد شويه الفراغ باش تجينا يعني يجينا الشكل ديال المادلين يكون زوين، تنفخ لينا وتبقى في نفس الوقت شاده الحجم ديال لي مادلين. نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل يعني هذاك الخليط ديالي كامل. هنا هاد البلاك هذه ديال السيليكون راكم كما كتشوفوا كتهز 12 حبه. انا هاد القوام اللي درت غادي يخرج ليا هاد 12 زائد زائد 6 اخرين، 12 خرجت ليا 18 حبه تقريبا. الا بغيتو يعني كتر ممكن تضاعفوا المقادير باش تحصلوا على كميه اكبر. كما كتشوفوا هنا صافي راني وجدتهم باش ندخلهم للفران. هنا شعلت الفران ديجا سخنته على 180 درجه، الفرفره من الفوق ومن التحت كما كتشوفوا صافي، وغادي نخليهم يطيبوا. هنا تقريبا راه ما شدوش ليا الوقت بزاف، تقريبا 10 دقائق كما كتشوفوا. شوفوا راه بداو كيطلعوا ليا. هنا خليتهم غير تحمروا شويه حيت بغيتهم يجيو محمرين، وهذا هو الشكل النهائي ديالنا. جاو الصراحه جاو منفوخين وجاو مفشفشين، والمذاق جاو بحال ديال الزنقه واحسن لانه فيهم داك الاضافه ديال البرتقال، وهذا جاو بنانين ولذاذين صراحه، جاو زوينين. بعدا يعني كليناهم او صيفطناهم للكوتي لوليداتنا او شي حاجه عارفين شنو عطينا لوليداتنا. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم والتعليق الرائع ديالكم باش نزيدوا نجيبوا وصفات بحال هكا يكونوا مختصرين وخفاف ولذاذ. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.